السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وليد، وهذه الحلقة من بودكاست حكاية التغيير. ليست عن النجاح ولا عن القوة، بل عن السقوط والتوقف والفتور، عن تلك الأيام التي نشعر فيها أننا لا نتحرك، لا نحقق شيئا، ونفقد شغفنا رغم كل ما بدأناه من حماس. في الأسبوع الماضي بدأت أشعر أن كل شيء يتوقف، خطتي، نشاطي، عزيمتي، كلها بدأت تتراجع تدريجيا. صحيح، كنت أستيقظ للصلاة، أذكر نفسي بالأهداف، لكن كان هناك شيء داخلي يطفئني بصمت. السبب: دخل الطاكسي هذا الأسبوع لم يكن كافيا. كنت أحتاج استثمارا للإعلانات لتطوير مشروعي، لكن الواقع قال لي ليس الآن. ومن هنا بدأ الصراع. كيف أستمر وأنا لا أرى نتائج؟ كيف أنجح وأنا لا أملك الأدوات المالية لأغذي مشروعي؟ عندما نبدأ التغيير نظن أن الطريق سيكون مستقيما، لكن الحقيقة الطريق مليء باللحظات التي لا يذكرها أحد. لحظات الفتور، الشك، الضغط النفسي. في تلك اللحظات لا تكون بحاجة لنصيحة، بل لأن تصدق أن ما تمر به طبيعي. كل شخص ناجح مر من هنا، لكن القليلون فقط يعترفون. في الأيام الأولى كنت أشتعل حماسا، أستيقظ باكرا، أكتب أفكاري، أشتغل على اليوتيوب، أبحث، أتعلم. لكن عندما غاب الحماس لم يكن أمامي إلا الانضباط. وهنا أدركت درسا مهما: الحماس هو البداية، لكن الانضباط هو الطريق. الحماس يشعلك، لكنه لا يحملك. الانضباط وحده يبقيك واقفا حين لا ترى شيئا. خلال هذا الأسبوع كانت هناك أصوات كثيرة في رأسي: أنت تحاول بلا فائدة، الناس يملكون المال وأنت ماذا لديك؟ عد إلى حياتك العادية، انسى هذا الطريق. لكن كان هناك صوت آخر، ضعيف بسيط لكنه صادق، يقول لي: صحيح ليس لديك المال، لكن لديك الإرادة. ربما لا تملك الوسائل، لكنك بدأت، وهذا لا يستهان به. وكلما أنصت لهذا الصوت يعود لي القليل من النور، القليل من المعنى. أعرف أنني قد أكون تعثرت، لكنني لم أستسلم. النجاح ليس خطا مستقيما، بل سلسلة من الوقوع والقيام. من لا يقبل أن يقع لن يعرف كيف ينهض. نظرت إلى ابني، إلى أسرتي، إلى مستقبلي، وسألت نفسي: هل سأكون مثل كل من استسلموا بعد أول اختبار؟ هل سأنهار لأني لا أملك إعلانا على الفيسبوك هذا الأسبوع؟ أم سأصمد حتى يأتي الوقت الذي أقوم به بالإعلان؟ الواقع قاس، نعم. المصاريف، التزامات الأسرة، التاكسي، التعب الجسدي، كل هذا ليس نظريا، إنه يومي، حي وحقيقي. لكن الحقيقة الأخرى: أنا المسؤول. أنا الذي اخترت طريق التغيير، وأنا من عليه أن يتحمل الثمن. ولن ألوم الواقع، بل سأكون واقعيا وأصبر. عندما أضعف لا أضغط على نفسي، بل أبطئ قليلا. أجلس مع ابني، أراجع هدفي، وأقول لنفسي: خذ نفسا عميقا ثم عد. التعب لا يعني أنك ضعيف، بل إنك إنسان. والتوقف المؤقت لا يعني الفشل، بل إنه جزء من الرحلة. بعد هذا الأسبوع من الفتور وضعت خطة بسيطة للعودة. أخصص نصف ساعة يوميا لمشروعي، ولو كنت مرهقا. أدون ما فعلت في نهاية اليوم ولو كان بسيطا. أذكر نفسي بالهدف يوميا: أنا أغير حياتي لأجل نفسي وأطفالي. أقبل أنني لست مثاليا، لكنني مصر. لكل من يستمع إلي الآن ويمر بما مررت به هذا الأسبوع، أخبرك: أنت لست وحدك، ولن تفشل لأنك ضعفت، بل لأنك توقفت نهائيا. والفرق بين من يصل ومن ينسحب
ليس في الذكاء ولا المال، بل في الاستمرار. إذا وقعت قم، وإذا ضعفت ارتح ثم عد، وإذا انهارت لا تترك طريقك. أنا وليد، أخوض هذه الرحلة بكل واقعية. أتعب، أضعف، أقاوم وأعود، وأدعو كل من يسمعني أن يستمر، لا لأجل الشهرة أو المال، بل لأجل أن ترى نفسك يوما ما وتقول: نعم، أنا فعلت ذلك. إذا أعجبك هذا الفيديو، المرجو الاشتراك في القناة ووضع تعليق.